هاد اللقطة بالخصوص صورتها لكم في السحور باش نشارك معاكم هاد التحلية اللي كتجي لذيذة وبنينة وكتخليكم النهار كامل شبعانين. غادي نحتاجو ليها شوية ديال اللوز مع شوية د الكركاع، وغادي نحتاجو حبة وحدة ديال البنان، عندي 5 د الحبات ديال التمر، وعندي نص لتر ديال الحليب، وعندي فلون اللي بدون سكر. غادي نديرو هاد الفلون هذا بلا سكر لان التمر حلو والبنان حتى هو حلو، ما عندنا علاش نزيدو الحلاوه. غادي ناخدو الهاشوار اولا اي آلة كطحنوا فيها نتوما، الخلاط الكهربائي او فاش ما بغيتو. التميرات راني غسلتهم، حيدت لهم العظم وغسلتهم ومسحتهم، وغادي نضيف عليهم المكسرات اللوز والكركاع. بالنسبه للكميه نتوما ديروا شحال ما بغيتو، انا درت القياس ديال نص لتر. غادي نضيف حبه ديال البنان اللي قطعتها، وغادي نضيفو كذلك نصف لتر ديال الحليب بارد، وغادي نزيدو عليهم واحد الساشي ديال الفلون. الا درتو ديال السكر نقصوا التمر باش ما يجيش حلو بزاف. صافي هكا غادي نخلطوا هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم، كنطحنوهم بالخلاط الكهربائي اولا بالهاشوار، كنطحنو مزيان عاد نوليو نزولوه باش نديروه على النار هكا باش كيتخلط كلشي، كيتطحن كلشي في مره. دابا غادي ناخد واحد الكاسرونه باش غادي نديرو فيها، عاد نوضعو على النار. كيجي غزاله البنات هاد الفلون اولا هاد التحليه هادي. انا ما بغيتش نطحنو بزاف باش كنبقاو نحسو بشويه بالمذاق ديال داك الكركاع واللوز. غادي نوضعو على النار، نخليه غير طلع فيه الغليه غادي نطفي عليه مباشره. كنوضعو في الكؤوس ديال التقديم. الكؤوس كيبقاو على حسب شنو ما بغيتو نتوما ديروا فيه. صافي كنخليه يبرد. دابا غادي نخليهم هكا حتى للسحور ان شاء الله، عاد ندير لهم التزيين على ما كيبرد الخليط ديالي. من بعد كما قلت لكم في السحور صورت هاد اللقطه هادي، راه كيشد راسو كيجمد كيعقد. لقيتو بارد خليته غير فوق البلون طرافاي، ما درتوش في الثلاجه لان الجو مازال بارد. كيف ما كتلاحظوا كيجي متماسك. دابا غادي ندوزو باش نزينوه. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ديروا نتوما اللي بغيتو. انا درت هاد لاموس ديال لا كريم شانتي. نتوما تقدروا ديروا الفواكه اولا المكسرات او اي حاجه. ودرت شويه ديال الكركاع من الفوق. كما كنقول لكم دائما التزيين كيبقى اختياري وعلى حسب شنو ما توفر عندكم. ومن الفوق درت شويه ديال الكراميل اللي كيكون في لي ساشي، كيجي غزال كيجي لذيذ وبنين، ما تشبعوش منه البنات. وكيف ما قلت لكم في الاول الفيديو راه كيخلي الواحد شبعان النهار كامل. كما كتلاحظوا كيجي عاقد. نتمنى ان شاء الله تجربوه وبالصحه والراحه.